السلام عليكم. أكلتنا النهاردة تتسمى أكلة الحلة الواحدة. هنعمل كل حاجة في حلة واحدة. معانا الفراخ هنا كده مبدئيا هنسمي الله كده ونقطعها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. دي صدور من الفراخ مخلية. هنجيب كده حلة وهنحط فيها معلقة من الزبدة كده زي ما انتوا شايفين. هنقلب كده، هننزل بالفراخ بتاعتنا، هنديها كده صدمة وتشويحة حلوة كده. يلا قلبي زي ما انتي شايفة. عايزة اقولك ان النهاردة الاكلة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة وجميلة. يلا بقى رشة من الفلفل الاسود، رشة ملح عشان مش عايزين الفراخ تنزل اي سوائل، احنا مش عايزين بس غير معلقة الزبدة. يلا اديناها تقليبة حلوة كده. هننزل بمعلقة الثوم المفروم، ومعانا بصلة هنا كبيرة قلبناها كده نديها تشويحة البصلة مع الفراخ زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. ومعنا معلقة من الصلصة. هنكون مجهزين كام حباية كده من الطماطم، وطبعا الطماطم بتتحدد على المقدار اللي انتي بتحطيه. انا هنا حطيت حوالي مثلا ربع كيلو من الطماطم. وادي معلقة هريسة شطة زي ما انتي شايفة كده، هتديها تقليبة حلوة. معلقة من الكزبرة الناشفة، من البابريكا، رشة من السبع بهارات، وما تنسيش رشة السكر على الطماطم عشان تعادل الحموضة. هنجيب المكرونة بتاعتنا، وطبعا المكرونة بتحدديها على عدد أفراد أسرتك زي ما انتي شايفة كده. هتقلبي كويس. المكرونة ما بنحتاجش ان احنا نحمرها ولا نسلقها ولا اي حاجة. المكرونة بتاخد من طعم الفراخ والطماطم والبصلة، بتبقى طعمها حلو. هننزل هنا بمكعبين مرقة دجاج ومية مغلية، وتقدري تستغني عنهم لو عندك مرقة أو شوربة متاحة في البيت عندك، تقدري تبدليها بيها. يلا بقى هنقلب كده زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى رشة زيت من على الوش كده، والمكرونة بتبقى مفلفلة معانا وحلوة، مش لازقة خالص في بعضها، بتبقى جميلة بجد المكرونة. هتغطيها بقى كده لحد ما تغلي معاكي زي ما انت شايفة، وتبتدي بقى تهدي النار عليها خالص لحد ما تشرب المية بتاعتها. ادي الاكلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بقى هنغرفها قدامكم بالشكل ده. بتكون المكرونة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. تقدري بقى تزينيها كده بحبة بقدونس من على الوش. تقدري بقى تعملي جنبها بطاطس مقلية، تعملي جنبها سلطة، ولو في رمضان هتعملي العصير جنبها. أكلة خفيفة اقتصادية موفرة، ما خدتيش مجهود كبير في المطبخ ولا أي حاجة. الفترة دي كله بيتكلم عن الأسعار، وفعلا الأسعار غالية. على قد ما تقدري حاولي توفري، حاولي تعملي أكلات بسيطة وسهلة، هتوفر علينا فلوس وهتوفر علينا وقت ومجهود وكل حاجة بصراحة. سهلي أمورك، يعني ما تضايقيش نفسك ولا تعصبي نفسك ولا تقولي الأسعار زادت ولا غليت ولا أي حاجة. وربنا يصلح الحال، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.